طبعا كانت أختي أمل يعني تخرجت من الجامعة وتم توظيفها في مدينة المجمعة. وطبعا كنت أنا الابن الثاني، كان أخوي خالد في وظيفة حكومية، وكنت أنا الابن الثاني. فكنت كل يوم سبت، لأن كانت الإجازة خميس وجمعة في ذلك الوقت، كنت أقوم الساعة الفجر، أصلي الفجر وأروح أودي أختي لعملها وأرجع. ويوم الخميس كنت أطلع من الجامعة، يعني الساعة 12 ونص واحدة كانت محاضراتي في ذاك الفترة على هذا كنت أروح أجيبها وعشان تقضي الإجازة مع الوالدة والوالد والأخوان والأخوات. فكانت يعني وقت جميل مع الأخت يعني نقضيها. وفعلا يعني الله يعطيها العافية. يعني الوالد طبعا معلم أساسا، وقضى فترة في حياته في فتح المدارس في المملكة العربية السعودية بشكل عام، بحكم كانت طبيعة عمله، وكان يروح القرى ويروح الهجر وكذا. فاليوم بنته أيضا يعني تمارس التعليم في مدينة معينة، وكنا كأسرة يعني بحكم أني أنا كنت الشخص الثاني اللي أسوق، فكانت فرصة أني دائما يعني أوديها وأكسب يعني أنها أكون معها هالطريق هذا في يوم السبت وعودة الخميس. وبعد ما تخرجت استمريت إلين نقلت إلى الرياض، يعني تم نقلها الرياض، كنت أنا المسؤول يعني أني أوديها وأجيبها.